أزمات المنطقة بتفاصيلها وتداعياتها حضرت بقوة أمام قادة الخليج الذين توافدوا إلى الرياض لاتخاذ موقف موحد إزاءها. ولعل الأزمة اليمنية التي تفاقمت في خاصرة الخليج تشكل هما واحدا للقادة الذين هبوا في وقت مبكر لنجدة إخوانهم بعاصفة حازمة تساند الشرعية في البلاد تبعتها جهود حثيثة لإعادة الأمل إلى الشعب المنكوب. بالنسبة لليمن، دول التحالف حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق تحت قيادة حكومة الشرعية، ونحن في دول المجلس ندعم الحل السلمي يتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. همس المعارضة السورية المجتمعة في الرياض كان مسموعا في قاعات القمة الخليجية، مثلما كان صراخ المنكوبين والثكالى على الساحة السورية مدويا في أروقة القمة. تستضيف المعارضة السورية دعما منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقا لمقررات جنيف 1. إن على الدول العالم أجمع مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء على أيا كان مصدره. تحديات جمة على الطاولة الخليجية أمام القادة، فالقضية الفلسطينية لم تبارح أيا من القمم والاجتماعات على كافة المستويات، كما لم يكن الإرهاب ومكافحته بالأمر الذي يمكن تجاهله في ظل انتشار العنف والجماعات المتطرفة. وبعد 35 عاما على تأسيس هذه المنظومة المتناغمة، يسعى قادتها إلى الوصول إلى مقررات توازي حجم توقعات شعوبهم. دخول المملكة العربية السعودية بثقلها حقيقة في الملف السوري، أعتقد هذا راح يكون مهم جدا وسيشكل يعني عامل فارق في المفاوضات والاتفاقات التي تتم بين المعارضة وبين النظام السوري الحالي وكذلك بين الأطراف الدولية. المملكة العربية السعودية حريصة جدا على أمن واستقرار سوريا، عدم تجزئة سوريا وإيجاد حل سياسي كذلك في سوريا. قمة عادية في ظروف استثنائية يترقب المتابعون قراراتها التي ستصدر اليوم بعد يومين من الاجتماعات والمداولات بين قادة لدول تنعم بالاستقرار في محيط مضطرب متلاطم الأمواج.